إلياس عليه السلام هو نبي ذكر في القرآن الكريم. يعتبر إلياس عليه السلام نبيا ورسولا، وتروي القرآن قصته وجهاده في دعوة الله ومحاربته للشرك والضلال. يشير القرآن إلى عدة محطات في حياة إلياس عليه السلام، ومنها تحذيره للناس من عبادة الأصنام والدعوة إلى عبادة الله الواحد. من الآيات التي تشير إلى إلياس عليه السلام في القرآن الكريم قال تعالى في سورة الصافات: وإسماعيل وإلياس وكلا من الأخيار. الصافات 36 و31. تفاصيل قصة إلياس عليه السلام توجد في التفاسير الإسلامية والكتب الدينية. القرآن الكريم لا يقدم تفصيلات كبيرة حول عائلة سيدنا إلياس عليه السلام. يشار إلى إلياس عليه السلام في القرآن كنبي ورسول، ولكن لا يتم ذكر تفاصيل كثيرة حول حياته الشخصية أو أفراد عائلته. تتعلق المعلومات التفصيلية بعائلة الأنبياء على الأغلب بالتراث الديني والتفاسير الإسلامية الخاصة، والتي قد تحتوي على قصص وتفاصيل إضافية غير متوفرة في القرآن. للحصول على مزيد من المعلومات حول عائلة سيدنا إلياس عليه السلام، يفضل الرجوع إلى المصادر التفسيرية والكتب الدينية التي تقدم تفسيرات وشروحات للقرآن الكريم. تذكر القرآن الكريم عدة معجزات قام بها النبي إلياس عليه السلام. إلياس عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله الذين أرسلهم لهداية الناس وتوجيههم إلى عبادة الله الواحد. من بين المعجزات التي تذكر في القرآن الدعاء بالمطر في إحدى المواقف. دعا إلياس عليه السلام الله ليرسل المطر إلى قومه الذين كانوا يعانون من قحط وجدب. جاء الرد على دعائه بالمطر الغزير، مما أنقذ الناس وأحيا الأرض. إحياء الأموات. يروى أيضا أن إلياس عليه السلام قام بإحياء ميت. يتحدث القرآن عن هذه المعجزة في سياق قصة إلياس مع أرميا إليسع والملك آخاب. التحذير من الأصنام. قام إلياس بدعوة قومه إلى ترك عبادة الأصنام والتوجه إلى عبادة الله الواحد. كانت دعوته تشمل التحذير من العبادة الباطلة والدعوة إلى الإيمان الصافي. تلك هي بعض المعجزات التي ترتبط بسيدنا إلياس عليه السلام، وتفاصيل أكثر يمكن العثور عليها في التفاسير الإسلامية والكتب التي تتناول حياة الأنبياء ومعجزاتهم. لا يتناول القرآن الكريم بشكل مفصل معارك سيدنا إلياس عليه السلام، ولكنه يسرد بعض الأحداث والمواقف التي تشير إلى تحدياته وجهاده في دعوة الناس إلى الله. ترتبط معظم القصص بإلياس بالتحذير من عبادة الأصنام ودعوة الناس إلى الإيمان بالله الواحد. في قصة معينة يذكر أن إلياس دعا إلى التوبة وترك العبادة الزائفة، مما أثار اعتراض القوم ورفض بعضهم الاستجابة لرسالته. في إحدى المواقف البارزة كان إلياس عليه السلام يواجه الملك آخاب وزوجته جيزابيل التي كانت تدعو إلى عبادة الأصنام وتضطهد الأنبياء. وفي هذا السياق تدور بعض المواجهات والأحداث التي تظهر تصدي إلياس لتحديات المعارضة لدعوته. يجدر بالذكر أن القصص الدينية والأنبياء تستخدم كوسيلة للتعليم والتوجيه الديني، وليس دائما تركز على التفاصيل الحربية أو المعارك بشكل مفصل. لذلك يمكن الاطلاع على التفاسير والشروح الإسلامية لمزيد من التفاصيل حول قصة سيدنا إلياس عليه السلام. رحلة سيدنا إلياس عليه السلام تظهر في القرآن الكريم تجربة النبي في دعوته إلى الله وتوجيه الناس نحو الحق والعدالة. تشير القرآن إلى عدة مراحل وتحديات عاشها سيدنا إلياس أثناء رحلته. الدعوة إلى التوحيد. كانت رحلة إلياس مليئة بالتحذير من عبادة الأصنام والدعوة إلى الإيمان بالله الواحد. كان يقف في وجه الضلالات والعبادات الكاذبة التي انتشرت بين الناس. المواجهة مع الملك آخاب وجيزابيل كانت إحدى التحديات الكبرى التي واجهها إلياس. الملك آخاب وزوجته جيزابيل كانوا يدعون إلى عبادة الأصنام وكانوا يعادون الأنبياء. إلياس لم يتردد في مواجهتهم والدفاع عن دين الله. المعجزات. قام إلياس بعدة معجزات، من بينها الدعاء لإحضار المطر وتحييد الجدب. أيضا ذكرت معجزات أخرى تشمل إحياء ميت، وأخرى تتعلق بظهور الطيور والحيوانات لخدمته. التوبة والرحمة. في النهاية عندما أدرك الناس حقيقة دعوة إلياس ورأوا المعجزات توجهوا نحو التوبة والرجوع إلى الله. يعكس هذا الجانب من رحلة إلياس الهدف الأساسي للأنبياء، وهو دعوة الناس إلى الخير والتوبة. تظهر رحلة سيدنا إلياس عليه السلام الشجاعة والصبر في مواجهة التحديات والمعارضة، وتعلمنا دروسا حول الإيمان والصبر والدعوة إلى الله.
قصة سيدنا إلياس عليه السلام ورحلته تظهر في القرآن الكريم، وهي خلاصتها تشمل مجموعة من الأحداث الهامة. إلياس عليه السلام كان نبياً ورسولاً من الله، والقصة تسلط الضوء على رحلته في دعوة الناس إلى الله ومواجهته للشرك والضلال. دعوة إلى التوحيد. إلياس بعث ليدعو قومه إلى ترك عبادة الأصنام والتوجه نحو عبادة الله الواحد. كانت رسالته تركز على التوحيد ورفض الشرك. مواجهة مع الملك آخاب وجيزابيل، كان إلياس يواجه المعارضة من الملك آخاب وزوجته جيزابيل، اللذين كانوا يدعون إلى عبادة الأصنام. تمثلت هذه المواجهة في تحديات كبيرة وصراعات دينية، معجزات استنادا إلى القوة الإلهية. قام إلياس بالدعاء لإحضار المطر في فترة قحط، وأظهر عدة معجزات أخرى مثل إحياء الميت وظهور الطيور والحيوانات لخدمته. التوبة والهداية. نتيجة للمعجزات والدعوة المستمرة، تاب الناس ورجعوا إلى الله. تظهر نهاية القصة التوبة والرحمة الإلهية التي تحققت بفضل صبر إلياس ودعوته المستمرة. قصة إلياس عليه السلام تبرز قوة الإيمان والصبر في وجه التحديات، وتعلمنا دروسا حول الدعوة إلى الله ورفض الضلال. يشير تاريخه إلى رحلة الأنبياء في توجيه الناس إلى الحق وبناء مجتمع عابد لله الواحد. قصة سيدنا إلياس عليه السلام تحمل العديد من العبر والدروس التي يمكن استخلاصها لتوجيه الإنسان في حياته. من بين العبر المستوحاة من قصة إلياس التوحيد ورفض الشرك. قصة إلياس تبرز أهمية التوحيد ورفض الشرك. دعوته كانت تركز على أن لا إله إلا الله، وهذا يعلمنا أهمية الصمود في رفض كل ما يشوب العبادة بالشرك. الصبر في مواجهة التحديات. إلياس عليه السلام واجه معارضة شديدة وصراعات دينية، ولكنه استمر في دعوته بالصبر والثبات. درس هنا هو أهمية الصبر والاستمرارية في مواجهة التحديات. الاعتماد على الله ودعاء إلياس أظهر قوة الدعاء والاعتماد على الله في كل مرحلة من رحلته. يظهر لنا ذلك أهمية الثقة بالله واللجوء إليه في جميع الأوقات. تأثير المعجزات في توجيه الناس. المعجزات التي أظهرها إلياس كانت وسيلة لتوجيه الناس إلى الله. تعلمنا أن قوة الإيمان والمعجزات يمكنها أن تؤثر بشكل كبير في قلوب الناس وتوجيههم نحو الحق. التوبة والرحمة الإلهية. نهاية قصة إلياس تبرز أهمية التوبة والرحمة الإلهية. تعلمنا أنه حتى في وجه الضلال والمعاصي يمكن للإنسان أن يتوب ويجد رحمة الله إذا كانت نيته صافية. في المجمل، تحمل قصة سيدنا إلياس عليه السلام عبرا هامة حول التوحيد، الصبر، الدعاء، تأثير المعجزات، والرحمة الإلهية. القرآن الكريم لا يقدم تفاصيل دقيقة حول نوعية المعاصي التي ارتكبها قوم سيدنا إلياس عليه السلام، ومع ذلك تشير بعض التفاسير والقصص الإسلامية إلى أن قوم إلياس كانوا يعبدون الأصنام ويمارسون الشرك بعبادتهم. الأمور التي اعتبرت معصية في تلك الفترة قد تشمل الضلالات الدينية، وتاركين للإيمان بالله الواحد والقيام بأعمال عبادة مشوبة بالشرك. قد يكون الاعتراض على دعوة سيدنا إلياس ومواجهته للمعارضة كانت نتيجة لرفض قومه للتوحيد والدعوة إلى التوبة. في السياق الإسلامي يحث المسلمون على تجنب الذنوب والمعاصي والالتزام بالتوحيد الذي هو أساس الإيمان الإسلامي. يعتبر الرجوع إلى الله بالتوبة وترك المعاصي جزءاً مهماً من الممارسة الدينية في الإسلام. من المهم فهم السياق التاريخي والديني لحياة الأنبياء وقصصهم لاستخلاص العبر والدروس التي يمكن أن يستفيد منها المسلمون في حياتهم اليومية. ليس لدي الكثير من المعلومات المفصلة حول مناصب سيدنا إلياس عليه السلام، حيث لا تتناول القرآن الكريم تفاصيل كثيرة حول حياة الأنبياء بشكل محدد، ومع ذلك يعتبر إلياس عليه السلام نبيا ورسولا من الله. المناصب التي يمكن أن يكون قد تحملها سيدنا إلياس تشمل النبوة والرسالة. إلياس عليه السلام كان نبيا مرسلا من الله، مهمته كانت توجيه الناس إلى عبادة الله الواحد وتحذيرهم من الشرك والضلال. الدعوة والتبليغ كانت من أهم مهامه، دعوة الناس إلى الطاعة والتوبة وتوجيههم نحو الحق والعدالة. تضمنت دعوته ترك العبادة للأصنام والتوجه إلى الله الواحد. المواجهة مع الظلم والمعاصي. يشير بعض التفاسير إلى أن إلياس عليه السلام واجه معارضة شديدة من قبل قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام ويمارسون المعاصي. يجدر بالذكر أن هذه المناصب تتعلق بدور إلياس في توجيه الناس وتحديهم للعبادة الصحيحة. للمزيد من التفاصيل حول حياة الأنبياء في الإسلام يفضل الرجوع إلى التفاسير والكتب الدينية.
لا يتناول القرآن الكريم بشكل محدد موضوع وفاة سيدنا إلياس عليه السلام، ولذلك لا توجد معلومات دقيقة حول كيفية انتهاء حياته. في حالة سيدنا إلياس كما في حالة بعض الأنبياء الآخرين في القرآن يتم التركيز أكثر على رسالته ودعوته للناس إلى الله. التفاسير والقصص الدينية تقدم بعض التفاصيل والأحاديث حول حياة الأنبياء، ولكن قد تكون هذه الروايات غير موثوقة أو تختلف بين المصادر، لذلك يجب التعامل مع هذه المعلومات بحذر وفحصها من خلال مصادر دينية موثوقة. بشكل عام يعتقد في التراث الإسلامي أن الأنبياء يموتون بطرق طبيعية، وأن وفاتهم تأتي بعد أداء رسالتهم والتأكيد على الرسالة الإلهية. نهاية حياة سيدنا إلياس عليه السلام لم تذكر بشكل محدد في القرآن الكريم، ولا تحتوي الروايات الإسلامية على معلومات دقيقة حول كيفية انتهاء حياته. في التراث الإسلامي يفترض عموماً أن الأنبياء يموتون بطرق طبيعية بعد أداء رسالتهم وإيصال الرسالة الإلهية إلى الناس. في غياب معلومات محددة حول نهاية حياة سيدنا إلياس، ينصح دائما بتوجيه اهتمامنا إلى الدروس والعبر التي نستفيدها من قصته. يعتبر تركيزنا على الرسالة التي حملها والتحديات التي واجهها وكيف قاد الناس إلى الله هو الجانب الأكثر أهمية في النظر إلى حياة الأنبياء. إن تعلم العبر والقيم من حياة الأنبياء يساعدنا على تطوير حياتنا وتوجيهنا نحو الخير والعدالة والتقوى.